والمضحك ان ده اللي حصل بالفعل بعد عرض فيلم الجوكر 2019 اللي بيجسد شخصيه ارثر فليك، مهرج مضطرب نفسيا وهو بيمارس العنف وفجاه بيتحول لمجرم شعبي. حصلت حالات عالميه حقيقيه لناس حاولت تقلد ارثر. ابرز واقعه كانت في نيويورك 2020، اتقبض على شخص كان لابس زي الجوكر وماسك سلاح ناري وكان في محطه المترو بيهدد الركاب. شفنا المشهد ده فين قبل كده صديق المشاهد؟ وصرح لاحقا ان هو تاثر بالفيلم وان هو كان شايف الجوكر بطل مظلوم، بطل يستحق التعاطف والتقليد. الغرب صديق المشاهد اشتغل على فكره اسمها الانتي هيرو او البطل المظلوم، واحد شرير بس جذاب بيعمل جرائم عادي، يعني نفسيا حلو قوي، ملحد بس دمه خفيف وعنده تسدي وشعره اكرم. هناك فرق كبير صديقي المشاهد بين ان احنا نحذر من الشر وان احنا نديه مايك وكاميرا وفوكس. الميديا النهارده مش بس بتحكي عن الاشرار، دي بتديهم البطوله والموسيقى والاضاءه وتخلي الشرير نجم. بنشوف ده كتير قوي في افلام الجرايم، الضحيه بتختفي من الصوره والكاميرا بتقرب على المجرم، بتعرض لك حياته وطفولته وافكاره كانك بتتفرج على بطل مأزوم مش قاتل. وده كمان بيبان اكتر في صناعه الانتي هيرو. بريكنج باد مثلا، مدرس كيمياء بيتحول لمهرب مخدرات والناس بقى تقعد تشجعه. قاتل متسلسل بيحكي بصوت داخلي وكل حاجه حواليه بتخلي شكله رومانسي مضطرب. البنات في الكومنتات بجد كانوا بيكتبوا يا حتى وهو قاتل رومانسي بجد. والكارثه بقى ان انت تبدا تقول لنفسك اكيد ده فيه خير، هو بس ضحيه. المجرم في الصناعه دي بيتحول لبطل، والبطل الحقيقي بيتنسي او يتقدم على انه هو ممل وما عندوش كاريزما. ليه كل ده مهم؟ لان الاعلام مش بيكلم عقلك بس، لا ده بيطبع صوره جواه. الدماغ بيتبرمج بصريا، الصوره اللي بتتكرر حتى لو غريبه بتتحول لحاجه مألوفه، وكل ما الصوره تبقى مألوفه تعاطفك معاها بيزيد او على الاقل بتتبلد ناحيتها. يعني اللي بتشوفه كتير حتى لو شيء غلط هيبقى طبيعي جدا، واللي بتشوفه في ستايل حلو هيبقى جذاب جدا.